واعلموا إخوة الإيمان بأن المكر كبار، وبأن الحرب قائمة على قدم وساق ليطفئوا نور الله تبارك وتعالى. هذا ما يظهر من أعمالكم وما تكن صدورهم أكبر وأعظم. ولا يخفى على شريف علمكم أن الحرب قائمة على دين الإسلام وعلى كتاب المولى جل وعلا منذ فجر النبوة، وما زال الأمر يشتد يوما بعد يوم. ولكن يا أمة الإسلام كتاب الله يهان، وأمة المليار في سبات وفي نيام. ما حكموا القرآن ولا عظموا القرآن ولا عرفوا قدر القرآن، فلما ضيعوا القرآن ضاعت سمعتهم وضاعت كرامتهم وضاعت مقدساتهم. لو كانت أمة القرآن لخا وزنها بين الأمم وبين الشعوب، ليسوا من قلة وليسوا في ذلة، ولكنهم غثاء كغثاء السيل، غثاء كغثاء السيل. إذن يا أخ الإيمان عظم القرآن في نفسك، حكم القرآن في نفسك وفي حكمك على زوجتك وفي بيتك وأبنائك ومع خصمك. يعظم القرآن. إذا عظم القرآن في أرضنا ابشروا بالعزة، ابشروا بالمكنة، ابشروا بالمنعة. ولكن إذا ضيعنا القرآن ضاعت أمة الإسلام، ضاعت أمة الإسلام.